السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هقولك على فكرة حلوة قوي قوي. تبخري بيها شقتك او تعطري بيها الشقة بتاعتك. لو انت ما عندكيش معطر تعطري بيه الشقة. هقولك على فكرة جميلة، وكمان فكرة بتسحب الطاقة السلبية من الشقة. تصحي بقى الصبح كده تروقي شقتك كده وتبخريها بالطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي، او تعطريها. يعني هو تبخير وتعطير بصراحة، حلوة قوي 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 في التعطير. لو انت بقى مش موجود عندك اي معطر، هتعطري شقتك كده بطريقة حلوة جدا جدا وسهلة، ومكوناتها عندك في المطبخ. تعالوا نشوف الفكرة. بصوا، فكرتنا في البرتقانة. البرتقال دي هتعطر لك شقتك وتخليها ريحتها حلوة جدا جدا، كأنك عايشة في جنة. وطبعا الريحة بتفضل فترة طويلة عندك، يعني لمدة يومين ثلاثة. ممكن تعملي الطريقة دي كل كام يوم او كل جمعة، هتخلي شقتك ريحتها حلوة على طول. كل اللي هيخش عندك بصراحة هيستغرب من الريحة. طبعا انا ولادي استغربوا جدا جدا من الريحة، لان ريحة الطريقة اللي احنا هنعملها دي حلوة جدا جدا، بتعطر شقتك، بتخلي ريحتها حلوة جدا جدا. تعالوا بقى نبدأ كده. بصوا انا هقطع الجزء ده كده بالشكل ده كده. شايفين بقى الجزء اللي جوه ده؟ انا هبدأ اشيله، هبدأ كده اقوره واشيله. بصوا هفضي بقى ده كده. انا عايزه القشر، عايزه القشره من بره، مش عايزه اللي جوه ده خالص. هفضيها خالص خالص من جوه، عشان اللي جوه ده كده كله. طبعا ده هتاكليه، مش هترميه خساره، او تعمليه عصير بقى. انا هفضيها خالص، تفضيها بقى بسكينه، باي حاجه موجوده عندك، او بمعلقه. بصوا معلقه احسن، افضل اهي. طبعا بيطلع معاكي بكل سهوله. بصوا دي هشيلها، اللي جوه دي برضو. هو ده برتقان بسرة، هتلاقوا فيه حتة كده جوه، مش هتشيليها، لانك لو شلتيها هتخرميها كده من تحت، هتبوظيها من تحت. شايفين بالطريقة دي كده اهي. فيها تاني كده، نطفت تماما اهي. تعالوا بقى اقول لكم كده تعملوا فيها ايه. بصوا انا هبدأ اسوي الجزء ده عشان ايه اعرف كده اثبتها. هشيل بس كده قشرة بسيطة، عشان انا مش عايزة اخرمها من تحت. هظبطها من هنا بس كده، مش عايزة اخرمها من تحت خالص يا بنات. احنا هنخرمها من الجناب بس مش هنخرمها من تحت. انا بظبطها كده اهي عشان تبقى ثابتة اهي. تعالوا بقى كده نكمل الفكرة بتاعتنا. بصوا ده قمع هنخرم بيه، بصوا اهو. او تخرمي بسكينة او بمفك او اي حاجة موجودة عندك هتخرمي بيها البرتقانة. هنعمل اخرام كده بالشكل ده كده. بصوا بالراحة بس عشان ما تتقطعش كده. فكرة جميلة، هتعطر لك الشقة طول الوقت، هتخلي شقتك كده ريحتها حلوة طول الوقت. كمان بتشفط بقى اي طاقة سلبية في الشقة، وكمان تبخير تبخريها في نفس الوقت برضو. حابة تعمليها بقى يوم الجمعة او في اي يوم، في اي وقت ممكن تعمليها. بصوا خرمتها بالشكل ده كده اهي. طبعا انا عايزة الخرم يبقى واصل لجوه.
بس كده كفايه اهو. بصوا بقى، انا هحط بقى ايه، اي برفان عندك، اي حاجه موجوده عندك، برفان او اي حاجه، اي نوع برفان هتمسكيه كده وترشي جوه شويه، جواها كده شويه بالشكل ده كده. بصوا انا هحط كده اللي موجود عندي. دي ريحه ورد برضو اهي، بالطريقه دي كده. بصوا بقى، هنحط ورق لوري. الورق ده بقى هيسحب لك اي طاقه سلبيه موجوده في شقتك. بصوا كده بالشكل ده. كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا انا ولعت فحمايه بالشكل ده. هتولعي فحمايه كده على البوتاجاز وهتحطيها كده جواها كده اهو بالشكل ده. هتيجي بقى اي زيت عطري موجود عندك هتستعمليه، اي نوع زيت عطري موجود عندك هتستعمليه. انا عندي كده اللي هو زيت فاتيكا ده، اي نوع زيت موجود عندك، بس لازم تستعملي زيت. لو استعملت زيت هيبقى الدخنه بتاعتها كده ضعيفه، مش هتعرفي تبخري بيها شقتك، وكمان مش هتديكي ريحه حلوه برضو. بصوا هنحط نقطه كده من الزيت بالشكل ده. واو. انت بقى بالطريقه دي هتلفي بيها كده في شقتك، في كل اركان شقتك. بصوا دي كمان هخرمها كده بالشكل ده كده. طبعا هي هتاخد معاكي وقت طويل، تاخد معاكي وقت طويل شغاله كده بالشكل ده. بصوا كده. بصوا بقى هتفضل معاك كده وقت طويل تلفي بيها بقى في شقتك، تسحب الطاقه السلبيه. لو انت زهقانه بقى كده قومي كده روقي شقتك واعملي الطريقه دي، هتعجبك جدا جدا. هتبخر لك شقتك، هتعطرها لك. طبعا مش هتفتحي بقى شبابيك ولا بوب ولا اي حاجه، الجو برد دلوقتي. هتعملي الطريقه دي وتلفي بيها كده، تبخري بيها الشقه كلها بالشكل ده. بصوا اهي، والله العظيم ريحتها تحفه، وكمان هتاخد وقت طويل عبال ما تنطفي. هتلفي بيها بقى في شقتك كده، تبخري بيها الشقه كلها في كل اركان الشقه. هتخلي ريحه شقتك كده جنه، كانك كده عايشه في جنه. اعمليها بقى كده يوم الجمعه الصبح بقى كده، شغلي قران واعملي الطريقه دي، هتعجبك جدا جدا وهتعجب جوزك واولادك، لان الريحه حلوه ما شاء الله، طالعه حلوه جدا جدا. كمان يعني ريحه طبيعيه، رشه فيها برفان وحاطين فيها ورق لوري، ورق اللوري ده طبعا هيسحب الطاقه السلبيه خالص من شقتك. يلا بقى، لو عجبك الفيديو ادعميني بلايك، ولو مشتركتيش نوريني باشتراكك كده. يا ريت الفيديو ده تشيروه يا بنات عشان كل اللي ما شافوش يشوفوا، ويوصل كده لاكبر كم من الاعداد. وده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.